اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلام يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده طريقة الفطير سهلة وبسيطة جدا، بس كل الموضوع ان هي بيحتاج لسمنة كتير وزيت كتير. هي طريقته سهلة والعجينة بتاعته سهلة برضو. هي العجينة بتاعته عبارة عن دقيق ومية وملح وخميرة بس. هي كل الموضوع بس في الرجات بتاعة الفطير وكمية السمنة اللي بتتحط فيه عشان يكون مورج وفي نفس الوقت طري. زي ما انتم شايفين كده ده الفطير بعد ما حماتي ربنا يديها الصحة هي اللي قطعت الفطير وهي اللي عجناه برضو، لان هي عجناه بدري وندت عليها وكده نزلنا عملناه بدري برضو. ده الفطير خلاص تقطعيه بالمقاس اللي انت عايزاه. وده الرقاق عشان اللي مش حابب ياكل فطير ياكل رقاق، واللي مش عايز ياكل رقاق ياكل فطير. زي ما انتوا شايفين كده. يلا نبدأ بسم الله. دي سمنة كنت جاتحاها قبل يعني بالليل، ودي القشطة. لازم القشطة لان القشطة بتخلي طعمه حلو وريحته حلوة وفي نفس الوقت بيكون طري. بعد كده قعدنا بقى انا وحماتي كده على الطبلية الجميلة بتاعتنا، وبططته الاول بايدي وبعد كده بالسريع، وبعد كده رحناه قصاد بعض انا وحماتي. زي في اول الفيديو كده ما كنت مصوره لكم المقطع الصغير ده. وبعد طبعا ما رحناه حطينا سمنة زي ما انتوا شايفين كده وفردناها، وبعد كده حطينا القشطة. بس هو ده كل الموضوع. بعد كده بتتنيه على بعضه عشان اما انت تتنيه على بعضه بيعمل طبقات طبعا وبيبقى مورج وطري من جوه. اهو زي ما انتوا شايفين هي طريقته سهلة والله وبسيطة. وفي اخر الفيديو برضو هوريكم ازاي بنعمله الرجاج وكده. كده خلاص. وبتوزعيه طبعا في كل حتة عشان كل حتة يكون فيها سمنة وقشطة. ولو ما يكونش، لو انت يعني مش موجود قشطة وكده وعايزة تعمليه اعمليه عادي، وعايزة برضو تعمليه في الطاسة اعمليه، بس خلي القطعة بتاعته او التقطيعة بتاعت العجين تكون صغيرة على قد الطاسة بتاعتك. احنا طبعا هنعمله في الفرن عشان كده عاملينه كبير عشان هيتحط في الصواني بتاعت الخبيز. اهو زي ما انتوا شايفين يعني هي التقطيعة بتاعته دي كبيرة. لو انت طبعا لو انت هتعمليه في الطاسة اعمليه بنفس الطريقة وبنفس العجينة، بس التقطيعة بتاعته تكون صغيرة على قد الطاسة بتاعتك، عشان برضو ما يكونش مثلا تخين معاكي ويكون قلبه من جوه عجين، يكون ايه رقيق وطري معاكي. اهو زي ما انتوا شايفين. وهنعمله طبعا الكمية كلها بنفس الطريقة. نفردوا العجينة ونحطوا سمنة ونحطوا قشطة ونتنوا الطبقات على بعضها. وهنسيبوه طبعا عشان احنا هناكلوه سخن طبعا. فهنخبزه الرجاج الاول وبعد كده هنرجع نبدأه في خبيز الفطير. هو مش واخد ما بياخدش وقت يعني وكده. كده خلاص اهو. كنت ساعتها مسيحة القشطة والسمنة في الفرن بتاع في الفرن عشان كان الجو ساقع، والحاجة طبعا بتتجمد في السقع. هنعمله بقى كله بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. اتمنى بس منكم لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو يا ريت تحطوا له لايك، كلمة حلوة ان كان الفيديو عجبكم او لا كده يعني تعايشوا معايا في الموضوع. كده خلاص اهو. تنيناه كده طبقة على الطبقة التانية والجنب ده على الجنب ده، بحيث يكون كذا طبقة فوق بعض عشان يكون مورج وحلو. وبين كل طبقة وطبقة طبعا بتحط سمنة وبتحط القشطة. كده خلاص. يعني بيكون 4 تنيات فوق بعض او 4 طبقات فوق بعض زي ما انتوا شايفينه كده. بنعمله الحتة دي عشان يعني مثلا ايه السمنة ما تطلعش منه كده اما نيجي نحطوه على الصينية. كده خلاص اهو. وبعدين اكلة الفطير ديت لازم في الشتاء لان بتكون دسمة، وطبعا الناس مش هتستحملها في الصيف، بيعوزوا حاجات خفيفة. لما في الشتاء الاكلات دي بتبقى موجودة طبعا وبتبقى حلوة. بعد كده هنحطوا الصواني اللي هي بتاعت الخبيز ديت في الفرن، نحطوا عليها في الصينية معلقتين زيت. وبعد كده بتحطي الفطيرة وبتبططيها طبعا السمك اللي انت عايزاه، لو عايزاها تخينة شوية او طرية
ما بتفرديهاش قوي. لو انت عايزاها رقيقة ومقرمشة كده تفرديها على الاخر عشان تكون معاكي ناشفة. يعني انت بمعنى اصح اللي بتتحكمي ان كان طري الطبقات تقيلة فوق بعضها ما تفردوهوش قوي. عايزاه رقيق وناشف كده ومقرمش تفردي التبطيطة للاخر. كده خلاص. هو بعد ما بططناها بالسريع هنقعدوا طبعا انا وحماتك قصاد بعض بنروحوها لغاية ما تكون رقيقة خالص. وبعد كده بنحط طبعا السمنة والقشطة، وبعد كده بنتنوها كذا طبقة فوق بعضها وفي الصينية وفي الفرن على طول. كده خلاص اهو. هو كان يوم ممتع بصراحة، وكانت الفطير كان طعمه حلو والقشطة مخليه ريحته وطعمه روعة. تسلم ايدينا احنا الاتنين وبالذات حماتي طبعا. كده خلاص اهو. كل يعني الفطير عملناه بنفس الطريقة. يا ريت بس تكونوا فاهمين الموضوع، يعني اكون وصلت لكم الفكرة بتاعته ازاي. هي كل الموضوع يعني في السمنة وفي الطبقات اللي انت بتتنيها، مش اكتر. يعني هي طريقته سهلة. كده خلاص اهو. ركننا بقى الفطير، نبدأوا بقى في الرقاق. يلا بسم الله نبدأوا. ده الرقاق كنت طلعته بقى، لان زي ما قلت لكم محتاجة بس حد يصورني والله مش اكتر. حطيت الرقاق في الفرن وبدأت بقى اخبزه، وحماتي ورايا بتبطط لي وبتريح الرقاق. وهوريكم ازاي دلوقتي الرقاق بيترح. طريقته سهلة خالص. وحماتي ما شاء الله عليها بصراحة، يعني في العجين او الخبيز ديت ايه فل. المفروض تاخد المرتبة الاولى. كده خلاص اهي بتروح الرجاجة. بتريحاها يعني متعلمة على الحاجات دي ايه. ما شاء الله. كده خلاص هي بتبطط لي طبعا وانا بخبز وراها. واحمر من فوق ومن تحت وزي الفل. كان يوم حلو بصراحة. ده خلاص كنا خلصني، وده محمد ابني وجايت لي ما تصورنيش وتطلعنيش. فانا حبيت يعني ايه تبقى ذكرى كده للزمن. كده خلاص خلصنا الرجاج وبرق. بدأنا بقى نحط الفطير فطيرة ورا فطيرة اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا لو انت عايزة الفطير طري تعلي النار من فوق ومن تحت عشان يطلع طري معاك. عايزاه يكون مجرمش شوية ايه قليل النار شوية. كده خلاص اهي. القشطة مخليها زي الفل ما شاء الله. ده من فوق وده من تحت اهو. وطري وكان طعمه حلو والله. كده خلاص. كان محمد ابني ساعتها بيصورني ودوخني على بال ما صورني. على فكرة انا بتكلم معاكم بكل اريحية خالص ولا بجمل الكلام. والله العظيم انا على طبيعتي معاكم. كده خلاص اهو. قلت له بقى عشان ايه يصورني كده، يصورني بالفطير اهو زي ما انتوا شايفين. بعد كده بدأنا بقى ايه نحطه اللي تطلع على الصينية الملامين دي، والخبيز نحطه الصينية في النار ونبططه عليها ونحطها في الفرن كده يعني. وده شكل الفطير بألف هنا. والحبايب كلها اكلوا منه بصراحة. كده خلاص اهو. كانت حماتي يعني بتبطط لي انا اطلع من الفرن واحط الطايب على الصينيه واودي لها الصينيه وهي تبطط وارجع احط تاني في الفرن كده يعني لغايه ما خلصنا كل الموضوع. كده خلاص اهو. وطبعا بعد ما خلصت الفطير وخلصت الرجاج، كان سيلفي الصغير يعني كان هيسافر وكده وقال لنا اعملوا لي برامين دست له البرامين ونزلت. طبعا كان البيت ما شاء الله كان جميل. ده كان عند الفرن كان متكركب برضو وكان فيه مواعين كتير. والمطبخ ما كنتش طبعا عملت حاجة في اليوم ده. الصبح يا دوبك رحنا على الخبيز على طول. كان المطبخ كله مواعين ومطرح طبعا خبز الفطير والتبطيط وكده ومواعين يام. وبعد كده بقى بدأت مسكت الدار خليته زي الفل. كنست طبعا البيت. لازم البيت يتكنس الأول، بعد كده بنبدأ بقى في الغسيل المواعين حاطة طن الطير كده يعني.
أهو زي ما أنتم شايفين، آسفة على المنظر، بس باقول لكم يعني إني بعد ما خلّصت الخبيز نزلت عملت البيت اللي تحت، بيتنا يعني وكده، عشان إحنا كل قعدتنا فيه، فطبيعي يكون نضيف عشان لو حد جاني، حد مثلًا دخل علينا فجأة، يكون بيتنا نضيف ومرتب. كده خلاص، الرخامة دي نضفتها، ما لكمش دعوة بالحوض، هانضفه لكم دلوقتي. ودي الأوضة برضه كنستها ورتبتها، وعدلت السرير، دي أوضة سيلفي زي ما انتوا عارفين. وكده خلاص اهو، طلعت على المطبخ برضو، كنست المطبخ ونضفته ورتبته ما عدا الحوض، والصالة برضو كنستها ونضفتها وبقت زي الفل. فاضل بس المواعين وغسلتهم وخلصتهم في ثواني، يعني ما خدش مني وقت كتير. بعد ما خلصت المواعين طبعا جه وقت الغد، حطيت جبنة بيضة وجبنة حادقة وعسل وبلح، اللي حابب ياكل اي حاجة من الحاجات دي ياكل عادي بألف هنا بقى. يا رب اكون بس ضيفة خفيفة عليكم ومكنش رغيت كتير، ومع السلامة.